بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم. بالرغم من فوز الاهلي امس على بيراميدز والاهلي خد كاس مصر، لكن كولر في لخبطه عنده في اداره المباريات. رجع لخطه 4-2-3-1 بنفس خطه ماتش سان داونز بتاع الخمسه هناك في جنوب افريقيا. كان في عك كروي امبارح. اللي ادالك فوز امبارح هو روح الجماهير اللي كانت في الملعب. السولية امبارح ما بيضغطش على الخصم، كان عك في عك، كان بيتقطع منه الكرة لغاية ما زهق وكولر خرجه. طب انت عندك كريستو والقندوسي بره. كريستو عمل مباريات كويسة جدا في المباريات بتاعة المحليين لتونس، وينج مهاري وصغير في السن، كان هينفع في المباريات دي. صنع العاب زي قفشه ما عملش امبارح باي شيء. كان عندك القندوسي ولعب برضه، والراجل ده لعب في المحليين في الجزائر وكان في وفاق ستيف، كان بيقدم مباريات عظمه على عظمه. القندوسي وكريستو بجد اتنين لعيبه مهمين جدا الفتره الجايه. ليه يا كولر بتعمل كده؟ الشناوي لازم يتركن شويه. امبارح عمل هفوات كتير. بالرغم من الفوز في شويه هفوات لازم كولر يشوفها، ولازم يدي الفرصه لكريستو والقندوسي ويركن شويه قفشه. وعمرو السولية ما عملش باي شيء. اتمنى التوفيق لكولر واداره النادي الاهلي في الفتره الجايه. سلام.